زوم عليا كده شويه. ايوه. ماتش كلاسيكو في مدريد وبرشلونه، طبيعي هيحصل ايه؟ برشلونه تكسب، مش مستاهله. مش محتاجة حاجة يعني. بعدين برضه انا عايز اشيد باحترافيه المخرج بتاعنا، لسه واخد علقه، جه وقاعد قدامي وبنصور الحلقه. اسد واقف. تعالى بلبل، عايزك في موضوع. بص يا مدريدي حبيبي، ايوه انا كان في واحد هنا بيقعد جنبي انجز. قال لي كلمه، امم اللي ما تفهمش فيه ماشي ما تفتيش فيه. صح. تمام؟ انت مالكش في الكوره، انت أيوة. مخرج صح، حصل. ما تتكلمش في الكوره تاني. ماشي. عارف كابوزيا؟ مال كابوزيا قال لك ايه؟ ايه؟ الارض اللي ما تعرفش حد فيها شلح واجري فيها. يلا بابا روح طلعنا انت. والله تاخد ميسي. هات ميسي يا ولا هات ميسي يلا ولا. عم الناس وعم العالم. بسم الله، الحمد لله، انا ربنا نصرني وطلعت وانا كسبان، واول مره اجيب توقع يطلع صح ويضرب. الحمد لله بلبل مش طايقني، ودي احلى حلقه بالنسبه لي في الحياه. وبرشلونه واخد السوبر من ريال مدريد. ربنا نصرني على ناس كتير جدا بتشكك. البطوله على فكره ملهاش لازمه، بس هي لما بتيجي من بق ريال مدريد تحديدا تبقى لها طعم تاني. وعامة كان في ترند كده ماشي السنوات اللي فاتت، ان اللي بياخد السوبر بياخد الدوري. فانا احب اهنئ جماهير برشلونة من دلوقتي، مبروك الدوري كمان. هنبتدي ايه؟ نلعب على الكاس والتشامبيونز كده ونشوف هنعمل فيهم ايه. ومعروفه الكاس بتاع برشلونة اصلا. التشامبيونز بتاعكم برضه. بس يا بابا، ماشي يا حبيبي. بس يا حبيبي، قلت لك ما تفتيش معاكم كام في واحد اللي ما صحيح؟ تفهموش. معاك 15، ربنا يبارك لك ويزيد لك فيهم، مالكش حبيبي. دعوه بيه. ربنا يخليك. لما تعرف تكسبني الاول طب بس يبقى هو تعال. بس عشان تقع منك اهو. ماشي كمل ماشي. كده. صح. بالمناسبه يعني ده مش ليك انت، ده لاي مدريديستا. انا سكت لكم المره اللي فاتت، كسبتوا 2-1 وعديتها، هللتوا واحتفلتوا وقلنا لكم اصابات وعيل صغير، وقال كلام مش في وقته. وعلى فكره ما كدبش وكلامه صح، بس هو قاله في وقت ايه؟ وحش. فما تزعلوش من اي تحفيل هيجي على حد فيكم، انتوا اللي ابتديتوا بيها. تمام؟ كفايه قوي تحفيل لغايه كده، نبتدي ايه؟ نتكلم في الكوره شويه. الحمد لله احنا كسبنا، فخلينا نتكلم بقى في الكوره شويه. بالنسبه للشوط الاول، اللي حصل ان برشلونه كانت بتلاعب فينيسيوس لوحده. في الاخر باقي ريال مدريد كان بيعمل ايه؟ باقي ريال مدريد بيدافع. وبصراحه انا حيد شابي الونسو على كده. هو الراجل لعب على امكانياته وعلى اللي عنده. هو ده اخره، لما يصطفوا دفاعيا وبرشلونه تهاجم عليه. بس احقاقا للحق عشان ما ناخدهاش لسكه التريقه، هو تشابي الونسو قسم الشوط الاول على 3 مراحل. المرحله الاولانيه ابتدى فيها اللي هو يقدم الدفاع لخط النص، يعمل ميد بلوك، وده كان حلو قوي وقفل على برشلونه، مش مديهم فرصه ان هم يعملوا هجمات خطيره. تمام. بعد كده في وسط الكولينج بريك قال لهم تقريبا ايه؟ احنا عايزين نضغط شويه، عايزين نهاجم شويه، نقرص. بس هم فتحوا دقيقتين، لبسوا هجمتين من رافينيا، واحده فيهم جاب الجول، فقاموا رجعوا له بلوك، رجعوا اتمركزوا ورا ووقفوا اكتر من الاول، لغايه لما جه الجون بتاع فينيسيوس. هو جون حلو وفينيسيوس لم اللعيبه، وانا معترف هو راجل مهاري والجون على دماغي وجميل. بس اللي احلى منه الجون اللي جه بعديه لما ليفاندوسكي خد الكوره واداها لوب ايه؟ لكورتوا. كانت احلى بكتير صح؟ عجبتك؟ طيب ماشي، ايه اللي انت شايفه؟ طيب عامة لما وصلنا لحته الجون ليفاندوسكي ده، هنا حصل بقى افوره. ايه اللي حصل؟ الاتنين اتسعروا، بقى في جنان بينج بونج، ده بيهاجم وده بيهاجم، تعادلوا، نروح نجيب جون يجيبوا جون، والحكم مش راضي يصفر. يا عم خلص الشوط كفايه، هي حلوه 2-2. لغايه فين وفين؟ افتكر بعد 7 دقايق وهو كان مدي 3 بدل ضايع، صفر وطلعهم ايه؟ للشوط التاني. الشوط التاني الريتم هدي خالص، الاتنين داخلين، خلينا نقول اللي هم ايه؟ عايزين يهدوا الدنيا ويلعبوا على الواقف. بس برشلونه ليها سبب غير سبب ريال مدريد.
برشلونه بتلعب على الواقف عشان تسيطر وتستحوذ على الكوره. ريال مدريد بيلعب على الواقف ليه؟ عشان هم خلصوا خالص، البدني بتاعهم وقع على الاخر، وده ضريبه اللي هم راحوا كاس العالم للانديه ودخلوا فتره تحضير ما كانتش كويسه، ومفيش معد بدني موجود كويس اللي هو الناس كلها قاعده بتقول عليه من اول الموسم. اهو طلع في الماتش ده ما عرفوش يقفوا على رجليهم، وده ابتدى يظهر اكتر فين؟ لما ابتدت اللعيبه تبطل تلعب كوره، الماتش بقى فيه خشونه زياده، ده يضرب، ده يعمل فاول، ده عايز يوقف، عايز يوقع. شاد الله هم جالهم في اخر الشوط خالص، جالهم فرصتين، بس الحمد لله خوان جارسيا موجود زي كورتوا كده بيعرف يشيل عادي. خلاص ده الشوط التاني والله، اصل هو البدني هو اللي حاسم الشوط التاني. انتوا خلصتوا ما كانش عندكم حاجه. ايوه رد عليا، انا عايز اكتر من جون عشان اكسبك ليه يا ابني؟ انا بلعبك. برشلونه كانت بتلعب مدريد على اللو بيت ريموت، انا مش مستاهله افرك ليه؟ مش مستاهله، انتوا كنتوا واقعين خلاص. ما انا عارف، لا انا عارف اللي هو ريك، انا بقوله ليك وللناس، ما كانتش مستاهله يا صاحبي. صدقني الناس كلها مهتمه، او اي حد من جماهير برشلونه مهتم باللي انا بقوله. محتاج اطمنكم على فرقتكم بخير وزي الفل، وريال مدريد ده عادي، ايه يعني؟ مش اول مره، دي 5 مرة يعني، صباح الفل دماغكم. على فكرة أنا عايز أقول لك على حاجة، هم يا ريت فعلا مشروع اللي هم ينقلوا البطولة من السعودية ده يودوها قطر يحصل، عشان السعودية دي وشها وحشة قوي عليكم. يعني وشها حلو قوي علينا، العيال عندنا بتحب جو السعودية قوي. بس عايز أقول لك على حاجة، وأقول لأي مدريديستا، تشافي ألونسو ده راجل محترم بجد، والله العظيم بجد، ومش هزار ومش تحفيل. هو مدرب كويس جدا، لعب واقعية جدا، واللي خانوا عامة البودلة، عشان لما نزل الشوط الثاني بجد مستوى البودلة بدنيا والاساسيين كان واقع مش اكتر. حتى التبديلات اللي الناس كلها ممكن تستغربها هو عملها غصب، يعني هو ما كانش عنده تبديلات تانية يعملها، ده المتاح حاليا، فهو لعب بالمتاح حاليا، وليه حاول يلعب على قد ما يقدر اللي هو يوصل للتعادل ويكمل الشوط اضافيا. وكان ممكن على فكره زي الماتش اللي انا قلت عليه بتاع 2-1 بتاعنا، كان ممكن تتعادل. تعب بدني البدني كله وقع. تعبان يا كابتن. لا والله تعبان ده. بس بعد ما الصفاره صفرت والماتش خلص واحنا كسبنا الحمد لله، برغم اللي احنا كسبنا، فانا لازم اتكلم على كل مره اللي بيحصل في ماتش كلاسيكو. التحكيم نجم الماتش، لازم حكام اسبانيا يطلعوا ياخدوا اللقطه، ومش على برشلونه بس، على الاتنين، على الطرفين. الحكم ده كان ناس الصفاره مش شايف حاجه، في كذا هاند كانت لمدريد، في كذا فاول لبرشلونه. كاريراس ده كان المفروض يتعدم عشان اللي هو عمله من اول الشوط الاول مش من الثاني، يعني هو المفروض كانوا ينزلوا 10 من الشوط الثاني بسبب كاريراس، بس طبعا لا مفيش. وديونج عامه الكره بتاعته تستحق الطرد، عشان هو رفع رجله وما دخلش على الكوره، عشان ما حدش بس يقعد يجادل فيها. بس اذا كان ده يستحق الطرد فكاريراس برضو كان لازم يطرد. انا هو عم بلبل، شو تقولش انا بقول تحكيم، كان وحش علينا احنا الجوز. وعيشوا ليه انا كسبان. الله صحيح، هو تصدق طلع حلو اللي انت ما تعيش دور الضحيه وتقول التنسيق اقترب بقى وبتاع ورقم الشكاوي والكلام ده. معلش بقى، بس عايز برضه اتكلم بقى على الحاجات دي بجد بقى، والله العظيم بجد مش هزر خلاص. بهزر شويه، بحب افك القعده شويه. كسبانين يا اخي، مش عايزنا نفرح؟ عايزين نفرح، وحشتنا الفرحه. عايز افرح يا اخي. في حاجه اللعيبه عندكم عملتها انا احترمتها، وعلى فكره ده ابتدى يقلقني. اللعيبه عندكم جم يوم السبت يوم ماتش مصر، اجتمعوا في اوضه في الفندق وقعدوا مع بعض، والاول مره من سنه يقولوا اللي احنا مش عارفين نلعب، احنا وحشين، احنا لازم نعمل حاجه. فالله اعلم كده شكلهم نووا يتعدلوا، وده حاجه تخوف بصراحه، عشان هم لو اتعادلوا، لو اتعادلوا انا مش هاكل عيش، فهم لازم يفضلوا كده. فاتمنى فينيسيوس وبيلينجهام ورودريجو يبوظوا الخطه دي ايا كانت. معلش، اشوفك الكلاسيكو الجاي.